السلام عليكم يا فراولات. النهارده يوم جديد. طبعا الاضاءه مش احسن حاجه، انا في بيت ابويا. تمام. طبعا امي مش هنا، امي مسافره مش هنا، جينا ما لقيناهاش. انا عارفه ان هي مسافره يعني. طبعا انتي بقيتي تيجي كتير يا زيزي، رجلك بقيتي واخده على المكان طبعا غصب عني. انا متشحططه شحططه ربنا اللي عالم بيها قسما بالله. انا يعني اقول لكم ايه، والله العظيم انا بسف التراب لاجل عيالي، واتمنى من ربنا ان يعني يجبرني فيكم، مش هقول اكتر من كده. انا جايه عشان عهد عندها درس النهارده. تتخيلوا بقى انا بنزل قد ايه؟ الموضوع صعب 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 صعب، فالله المستعان. طبعا جيت ما كانش في قهوه، جبت كيسين بن. الكيس اللي هو الصغير ب 25 جنيه ده اتعمل في واحده عملت لي في دي. يعني هو خلاص، هو الكيس ب 25 جنيه كوبايه. كنت اشتريت انا كوبايه قهوه من تحت، واشتريت كيس تاني اتبقى حوالي معلقه، حطيتهم في الضرفه، وعملت مج قهوه تاني. دماغي تعباني جدا جدا جدا، مش قادره اقول لكم. انا اصلا تعبانه، يعني انا اصلا تعبانه ومفرهده ومش قادره اقول لكم. بس طبعا هعمل ايه؟ يعني هعمل ايه؟ ما باليد حيله. فاديني جيت اهو. ماما قالت لي على شويه حاجات اعملها وانا ماشيه. ماما كانت عملت لي مفتاح للباب من فوق وسابتهولي، اخدته. انا كنت عامله مفتاح للباب من تحت، فقالت طبعا اقفلي الباب، اطفي الغاز، اقفلي السكينه عشان انا عارفه انساها. ارفعي السكينه دي لفوق، انا هنساها. بس وكل حاجه متقفله في الشقه ما عدا الشباك ده، انا هقفله. ارفعي، زق زق. انا مش عارفه، استنوا اقفلها واجي. بس اعدلي الكنبه وشيلي الكيس ده. الميس دلوقتي اهي جايه، ماشي. و سرحولي. مش قادره، بصوا حاسه ان انا دخت. الميس جايه، والساعه دلوقتي بقت الساعه 9 الا تلت. الساعه 9 الا تلت بالليل. وانا هنا من الساعه مثلا 4 ونص او 5 احنا الا. بقالنا ساعة. بقالنا كتير قوي. انا حاسه انا بجد تعبانه. فهسيب ايه البيت زي ما انا، زي ما هو. هسيب كل حاجه زي ما هي، والله المستعان بقى. حبيت ان انا ايه اشارككم اليوم بتاعي برضو النهارده من بيت ابويا. سرحولي. وعارفين بقى اللي هو ايه، ابغى والله اقول ايه، امي مسافره وهعمل حفله، بس يا ريت ما تجيش على غفله. امي مسافره بس تيجي بالسلامه يا ماما. يلا هنكمل يلا هنكمل بقى اليوم. مستنيين ميس لما تيجي ونرجع كل حاجه زي ما كانت ونتوكل على الله. طبعا المفروض ان النهارده البنات كان عندهم درسين. الدرس الاولاني اتلغى، الميس ما جاتش. هو مش درس يعني، ولكن كان عندهم درسين خلينا نقول. وبعد كده الميس التانية، الميس دي انا بتعامل معاها من زمان جدا، من ايام ما كانت بتأسس لي وعد وهي صغيرة، فانا عارفاها كويس قوي. فالمهم يعني اللي حصل ان هي طبعا حصل لها ظرف النهارده وجت متاخر. عايزه اقول لكم ان انا فعلا تعبت جدا. والموضوع ان انت تبقي في البيت بجد ربنا يخلي امهاتنا جميعا ويفضل البيوت مفتوحه بحسهم. انا فكره ان انا ابقى في البيت، او انا بقيت حساسه، انا مش عارفه الحقيقه، وماما مش موجوده. يعني لو هي نزلت ببقى متضايقه سنه. لو انا عارفه ان هي جنبي في حته جنبي عند حد من اخواتي جنبي تمام. بس بقى طبعا سافرت وانا ما لحقتش اسلم عليها. هي كلمتني وقالت لي يا زيزي احنا مسافرين بكره، واخواتي بصراحه كلموني وهما يعني هما في مصيف وكده. هي واخواتي وولاد عمي وكده، يعني جوازتهم. بس انا ما طلعتش عشان بس الناس تقعد تقول لي طب وانت ما طلعتيش معاهم ليه يا زيزي عشان العيال والكلام ده. والله العظيم كلموني كتير جدا وزعلانين بسبب ان انا ما رضيتش اطلع معاهم. بس انا يا جماعه يعني كل واحد ليه طبع، فاهميني؟ انا ما يعني الفتره دي يعني ميزانيا مش سامح لي للاسف. يعني حاولت ان انا والله احسبها يمين شمال. فتحة البيت يا جماعه، فتحة باب الشقه كده من الاخر مش سهله، مش سهله والله العظيم، ما سهله تماما.
طب يعني حتى لو مش هتيجي معانا، طب تعالي يا ستي اخر يومين اقعدي معانا فيهم، مش عارف ايه، متجمعين. وطبعا بقى على عيني يعني ان اخواتي وماما متجمعين وكده وانا مش معاهم، ده طبعا مزعلني. بس والله فعلا انا غصب عني، وكان نفسي ان انا اغير جو انا وعيالي وكده. بس والله يا جماعة يعني هو موضوع ميزانية بس، مش اكتر ولا اقل. مش عشان حاجة، انا فيا طبع انا ما بحبش احس ان انا حد يجيب لي حاجة. فاهمين الفكرة دي؟ يعني كل بني ادم ليه متطلبات يا ستي. انا حتى مش هقولك ان انا ممكن اعمل بقى اشترايات والكلام ده كله، لا خالص. يعني يعني هتتدبر من اللي موجود عندنا ويلا بينا هنطلع. فاهمين؟ بس طبعا انت هل يعني وانت في مكان في بلد او في محافظه غير من محافظتك مش تحتاجي تجيبي حاجه، مش هتحتاجي تجيبي حاجه للعيال بلاش. وانت مسافره طبعا هتحجزي باص بكامل باص، هتحجزي على الاقل 3 كراسي، يعني كرسي ليا وكرسي الوعد ويعني هحتاج كمان كرسي العهد عشان عهدي كبرت. مش معقوله سفر 6 7 ساعات حاطينها على رجلينا. فاهمين؟ عودية مثلا قولي على رجلينا. مش هتحتاجي تجيبي حاجات تاكلوها وانتوا في السكه، في طول السكه دي كلها. طب هتنزلوا الريست مش تشربوا حاجه، مش تجيبي لهم حاجه. وانت هناك اكيد هتحتاجي حاجه. فاكيد انا مش هطلب من اهلي او اخواتي او امي. انا ما بعرفش اعمل كده، ما بعرفش. انا دي مصيبه عندي، دي مش كارثه يعني، كارثه كارثه. انا لما ببقى في بيت امي وابقى غضبانه ولا حاجه، هتلاقوني بنزل لو هبيع ذهبي، لو هبيع. بصوا يعني وعلى يدكم بعت ذهب قد ايه عشان اجيب مثلا حاجات. لو الناس تتريق ببيع الذهب عشان تجيبي سندوتشات، انا يا ستي ما بحبش ان حد يجيب لي حاجه. حتى لو كانت امي وابويا الله يرحمه برضو كان بيقعد يشتمني بسبب الموضوع ده. لو عيله من العيال تعبت تلاقيني انا اللي اتصرف. يقول لي انت بتستعبطي انت مش عارف ايه، اقول له معلش انا خارجه لك، خارجه من عندك واحده راجعه لك ب2 ولا راجعه لك ب3 انفار، يعني انت مالك؟ انت ده مش ذنبك، ده ذنبي انا. ف... يعني انا عندي الموضوع ده مشكله يا جماعه، مشكله. ما بعرفش. ربنا يخلي اهلي وربنا يخلي اهاليكم كلكم ويبقوا سند ليكم وكل حاجه. بس انا يعني انا كل واحد يعني على قد بيته. يعني انا دايما مهما كان بصوا اخواتي عندهم ايه ولا مش، بس كل واحد برضو يعني ماشي على قد بيته. مهما كان معاكي بقولك خدي من التل يختل. انت فاهمه؟ فكون بقى ان انت تبقي طالعه وتبقي يعني انت مش فرد واحد طالع ما شاء الله، يعني نبقى 4 افراد فكتير ما شاء الله تبارك الله، ربنا يزيد ويبارك. فلا فاهميني؟ فعشان كده انا رفضت بشياكه وقلت لهم لا معلش انجوي انتوا بقى واستمتعوا ما تستعبطيش. طب عشان خاطرنا، طب ليه انت نكدتي علينا والله العظيم احنا هيبقى ناقصنا وجودك انت والعيال وي وي وي. والله العظيم لحد وهم في السكه بيبعتوا لي يا بنتي فكري. امي وصلت وتكلمني تقول يا بنتي فكري يا بنتي عشان خاطري تعالي وغيري جو انت والعيال. ومش هقول لها لا يا ماما معلش. فانا فعلا الموضوع ده بيسبب لي ازمه. يعني طبعا العيال زعلوا، مش هكذب عليكم. بس يعني ايه، قلت له ان شاء الله ربنا يفرجها عليا من هنا للشهر الجاي كده، اخدكم في مكان قريب او نطلع نصيف او يعني ان شاء الله هي هتتدبر ازاي والله انا مش عارفه. بس قلت لهم يعني انا وعدتهم ان شاء الله من هنا للشهر الجاي نشوف هتمشي ازاي. و و و وانا صراحه كان يعني ابو عدي كان وعدني يعني ان احنا نطلع، فربنا يرزقه ان شاء الله يطلعنا. بس عشان كده انا ما طلعتش يعني بصراحه. فالمهم يعني طبعا انا في الوقت اللي انا كنت فيه ده زي ما قلت لكم الميس اتاخرت جدا، وعقبال ما جت بقى انا جالي هبوط 50 مره وتعبت قوي. بس قلت اقوم كده يعني ادي باور لنفسي شويه، اعمل اي حاجه اتحرك. فمطرح ما شربت قهوه قلت اما اغسل الكوبايتين شطفتهم كده على طول وقفلت لها كل حاجه زي ما قالت لي. لقيت الارض فيها حاجات كده في المطبخ، فقلت عشان ما تلمش بس حشرات ولا تلم حاجه. رحت ايه يعني
اديتها بس تلميعه بس ونفضت المشايات. انا ما كنتش قادره اعمل اي حاجه بصراحه، بس انا كنت بحاول ان انا افوق لان انا كنت حاسه ان انا بهبط او عايزه انام، انا مش عارفه انا فيا ايه، بس فبحاول ان انا افوق بس يعني، فكنت بعمل اي حاجه بس اديتها تلميعه بس كده مش اكتر ولا اقل. وكان في شنطه زباله عزاكم الله ماما كانت ناسيها، رحت مطلعها لها ونعمه لقيتها توصل بي قالت لي يا زيزي ده انا البامبرز رميته في الشنطه ووقع مني جنب الترابيزه، نسيت اوطي اخده وارميه بره، فوالنبي طلعيه. ورحت مطلعاه. ماما قالت لي اتاكدي ما اعرفش على ايه وعلى ايه وعلى ايه، رحت مأكده. ماما قال مش عارف ايه، المهم لقيت فيشه الكهرباء بتاعت اللي هي الواي فاي في الكهرباء، فرحت شايله قلت ملهاش لازمه. روقت الاوضه، انا كنا قاعدين هنا انا ووعد عقبال معاه، انا ووعد عقبال معاه كانت بتاخد الدرس، وكنا قاعدين انا وهي في الاوضه هنا والميس بره. رحت مروقه مطرح ما كنا قاعدين ولميت حاجتي عشان ما انساش اي حاجه هنا كده ولا كده. ابتديت بقى ان انا ايه الم اي حاجه موجوده عشان ما انساش حاجه، او لما نيجي ننزل الاقيهم بيقولوا لي ماما نسينا كذا ماما نسينا كذا، فقلت اما الم حاجتي كلها تبقى قدامي في حته واحده وخلاص على كده. احساس وحش قوي، مش هقول لكم ان هو احساس احلى حاجه في الدنيا، لا يعني ربنا يجعل ماما موجوده دايما كده والبيت مفتوح بحسها. ما اعرفش يعني، حسيت احساس وحش قوي وما كنتش طايقه اقعد في البيت اصلا، وانا ما بقى يعني انا يعني عندي دي مشكله، ما بعرفش اقعد في البيت وماما مش موجوده، ما بعرفش وما بحبش اخشه، بس يعني انا مضطره لان زي ما قلت لكم انا ما ينفعش الدروس عندي في البيت بسبب ان المشوار بعيد جدا جدا على الميس، فصعب يعني صعب، وهي طبعا يعني مش صغيره برضو، فمشوار تقيل على قلبها ان هي تيجي المشوار ده كله. وانت لو معكيش عربيه او ما خدتيش اوبر، واقل اوبر هتدفعي له 250 جنيه 300 جنيه. فهتفكري ان انت بقى تركبي مواصلات، هتركبي 50 مواصله عشان تجيلي جوه، فالموضوع صعب جدا يعني، كذا مواصلة بجد. هتاخدي مواصلة بقى للآخر، وبعد كده هتاخدي مواصلة تانية البوابات، وبعد كده من البوابات هتاخدي مواصلة تانية اللي جوه، ومفيش مواصلة هتنزلك قدام الباب يعني هتمشي. فطبعا هي كبيرة والمكان اللي انا فيه مفيهوش بقى لا تكاتك ولا الكلام اللهبل ده. ومش كل العربيات السوزوكي هتخش لك جوه يعني، انتوا فاهمين، فبالتالي يعني هي اللي هتحاسبني بيه هتصرفه حقيقي مواصلات. فكتير قوي. هتقولي طب يا زين ما شفتيش حد من عندك ليه مش عارف ايه؟ يا جماعه المدرسين هنا غاليين بطريقه اوفر. يعني الميس دي طلبت في المادتين حساب وعربي في الشهر 1000 جنيه، 1000 جنيه بالظبط في الحساب والعربي، الحصه ب125 جنيه. كذا ميس اشوفها هنا عندي في الحدايق بيطلبوا مبالغ، والله العظيم مبالغ، السيشن الواحده الحصه الواحده ب250 جنيه. طب ده يرضي مين؟ عيله رايحه لسه تانية ابتدائي يعني 250 جنيه في الحصه كتير قوي عليا، كتير قوي 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 عليا. وانا تعبت يعني، انا لسه والله كنت بتكلم مع ماما وبقول لها انا حاسه ان انا في دوامه، انا حاسه ان انا مش قادره. العيال كل ما بتكبر مسؤوليتها تكبر عليا قوي، وانا ما بقتش حمل ده، وانا تعبانه، انا مش عارفه اعمل ايه. وقالت لي ربنا يرزقك وربنا يرضيكي، وانت بتتعبي عشانهم واكيد ربنا هيكافئك وهيعوضك. بس عارفين يعني انا بتمنى من ربنا طبعا ان هو يعوضني، لان انا فعلا ما عنديش حاجه ان انا اعملها تاني عشانهم. ما يعني خلاص ده لو كان معاكي دهب فانت اتصرفتي فيه كله عشانهم، فلو كان معاكي معرفش ايه فانت اتصرفتي فيه كله عشانهم، فما بقاش بقى لا حيلتي ولا معايا ولا فمش عارفه اعمل ايه يعني. بحاول ان انا افكر مش عارفه طبعا، وفي 50,000 حاجة أنا شايلاها فوق دماغي وعمالة بفكر فيها ومش لاقية حلول والله. بس الحمد لله أنا مستعينة بالله، والواحد والله العظيم لو هو مش مآمن بالله وان ربنا يراضيني قسما بالله كان الواحد برج من دماغه طار من زمان. بس الحمد لله على ثبات القلب والعقل، على ديننا وعلى اماننا لا اكتر ولا اقل. المهم يعني خلاص بقى انا هنا كنا بقى طلعنا الصاله وخليتها تشيل الترابيزه مكانها، وشلت كل حاجه، رتبت كل حاجه، قفلت لها الشباك، قفلت لها كل حاجه، وبس كده ده يومي. يلا دلوقتي بقى هنمشي. بسم الله. هقفل بقى الايه اهو، هقفل الباب
زي ما قالت لي، عملت كل اللي قالت لي عليه.